اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يوم جديد وبيت جديد من بيت أوسة مامة أوسة، اللي هم بحبحوا يا خالتاته، بحبحوا، اللي هم قولوا لي ألف سلامة عليا، اللي هم أنا عيانة خالص وبقالنا 3 أيام ما نزلناش فيديو بسبب إن إحنا عيانين. لو أنتِ أول مرة تشوفيني يا ست الكل اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي إشعار بكل لايف أو بوست أو فيديو جديد بمشيئة الله تعالى أقدمه معاكي الفترة الجاية. بنقدّم مع بعض روتينات وبندّي بعض أفكار حلوة، فلو أنتِ من المشتركين الجداد نورتيني وشرفتيني يا ست الكل. تعالي بقى يالّا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده مشجّع جدًا، طبعًا ده فيديو التعب وفيديو الكسل وفيديو كل حاجة. أنا هنا يعني ما فيش روتين، هو بُصّوا يا جماعة هو مش روتين يعني هو الطبيعي بتاعنا اللي إحنا بنعمله، بنروّق، نطبخ، نعمل أي حاجة، بس كوكا بقى، بس بقى إحنا عيانين عشان نلحق نتكلم بدل ما نكُح. فبُصّوا كده يومي بدأ، أنا هنا نازلة الساعة 7:00 يا جماعة عشان كوكو تعبان خالص، كنت نازلة أدّي له نَفَس وجِبت الدكتور عطا له العلاج دوّة. فبجد يا جماعة التعب وِحِش أوي للأطفال والله العظيم يعني الحمد لله والله، الحمد لله على كل شيء يعني ونعمة بالله طبعًا، وإحنا راضيين بأي حاجة مقسومة لنا يعني ومكتوبة لنا وإن شاء الله ربنا يا رب يشفينا يا رب جميعًا. في ناس كتير أوي تعبانة والله بالدور دوّة كُحّة وبرد وكذا حاجة. هنا وأنا جاية جِبت الحاجات دي كده وأنا جاية قُلت أورّيها لكم، بجد يا جماعة البتاع ده طلع تحفة أوي، 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 أوي. والنهارده كمّلي معايا الفيديو للآخر هنتكلم مع بعض في مواضيع حلوة كتير، وهندّي بعض كده حبّة أفكار، ولو أنتِ عروسة الفيديو ده هيفيدِك أوي، اتفرّجي على الفيديوهات اللي تحت، هنتكلم مع بعض في حاجات ياما أوي، إيه اللي ليه لازمة وإيه اللي ما لهوش لازمة. واوعي تنسي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك زغروطة من قناتي، شعار بكل لايف أو بوست أو فيديو جديد وإيه تاني، إيه تاني يا عيال، إيه تاني يا بناويت. وعشان خاطر إحنا هنقول إيه الحاجات اللي تنفع للعروسة وإيه الحاجات اللي ما تنفعش، ما تجيبيش الحاجة يعني وتركنيها على الفاضي. فأنا عروسة مامة أوسة، عروسة، بس طبعًا عروسة قديمة شويتين يعني بقى لها 3 سنين بس يعني يا جماعة، بس برضه في أفكار كتير أوي، في حاجات جبتها ما لهاش لازمة وفي حاجات جبتها ليها لازمة، فبرضه هادّيها لِك. إحنا في الغلو اللي إحنا فيه دوّة بندّي بعض الأفكار ديّة عشان خاطر خلاص الدنيا ما بقتش مستحملة إن إحنا نجيب حاجات تاني طبعًا يعني. هنا بُصّوا جِبت يا جماعة العلبة دي أنا جِبت واحدة بس قُلت أجرّبها بس بجد طلعت تحفة أوي، شُفتوني عمّالة أفتح وأقفل فيها، أفتح وأقفل، عاملة 42 جنيه، جميلة أوي، أوي، أوي. وجِبت ديّة بس أنا مش عارفة المُعيار ده هيدّيني كوباية فعلًا الأخير والّا لأ، بس هُم الصراحة خامتهم مش حلوة خالص، هُم عاملين 12 جنيه ونُص. خامتهم الصراحة ما عجبتنيش، بس أنا قُلت يعني على قد تمنهم، 12 جنيه ونُص طبعًا يعني مش حاجة يعني. دول خامتهم تحفة جدًا، دول أنا كنت جايباهم مش عارفة ب25 جنيه، يعني بُصّوا باوريكم الmaterial بتاع ده والmaterial بتاع ده لأ طبعًا في فرق شاسع يعني. بس أنا ما لقيتش من دول خالص، فجِبت دول كده مؤقتًا. عشان لمّا نعمل مع بعض الحلويات اللي إحنا بنبوّظها، لازم نقدّم في الحاجات الشياكة والأناقة يا جماعة لازم. دول بتوع التلاجة ومنظمات، بس أنا باحبهم أوي في التلاجة، أنا من يوم ما اتجوزت ما باحطش كرونات عامةً في التلاجة، فبجد حلوين جدًا وتحفة أوي. كانوا الأول ب12.5 ماركة الوطنية، ب12.5 دلوقتي بقوا ب17 جنيه، ب17.5 الواحدة. وأنا باوريكم إن أنا كان عندي الفوشيا، عندي 2 من الفوشيا وجبت 2 من الروز. عشان أنا التلاجة كلّها روز، فأنا كنت حاطة دول الفوشيا، فالصراحة مش عاجبينّي، دول هاعملهم منظمات ودول هاحطّهم بقى في التلاجة يدّوا شكل حلو أوي. على فكرة يا جماعة بجد اللون الروز حلو جدًا، بيدّي روح أوي، أوي، أوي في التلاجة في كل حاجة الصراحة، بجد يعني في البلاستيكات. دي أصلًا دي أنا جايباها أمّا اتجوّزت، يعني قبل ما اتجوّز يعني وكده من ضمن الرفايع بتاعة الجيلاتي، فكنت باورّيها لكم. دي لوحدها كانت عاملة 100 وحاجة يا جماعة، من فترة فاهمين. دلوقتي لقيتها نازلة رخيصة أوي، مستغربة ليه؟ ممكن عشان كان زمان كانت الحاجة دي لسه طالعة جديد يعني ممكن، وقتها كانت ترند وكده بقى. هنا بُصّوا العلبة بجد عاجباني أوي، هاحط دلوقتي معاكم المكرونة أورّيكم يعني ممكن نستخدم إيه. بُصّوا يعني ده كده نُص مكرونة، أنا قُلت أجرّبه بس كده معاكم، ده نُص مكرونة، يعني هي ممكن تشيل في حدود كيلو أو كيلو ونُص، فبجد، بجد تحفة، عجبتني أوي، أوي، أوي. وبُصّوا ودي حلوة يا جماعة وعلى قد إيدينا، يعني أنا شُفت التانية اللي هي الماركة العالية أوي اللي هُم بيبقوا طالعين فيها اليوتيوبر المشهورين يعني وعقبالنا يا رب كده ما نشهر إن شاء الله وعائلتنا تكبر كده بيكم. بيطلعوا باللي هي الأكريليك يا جماعة، الأكريليك بُصّوا شايفين تحفة، 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 فرحانة بيها أوي، 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 فوق ما تتخيلوا والله العظيم ما بنجيب حاجة بسيطة والله بس بتفرّحنا. الأكريليك يا جماعة الواحدة بس عاملة مش عارفة 100 شُفتها مش عارفة 110 وصغيّرة أوي مش كبيرة، مش هتشيل معانا كيلو. فيا جماعة لأ، غالية أوي، 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 يعني إحنا لأ، إحنا نجيب حاجات شكلها حلو وعلى قد إيدينا ودي حلوة أوي. هنا أنا باوريكم المنظم دوّة حلو جدًا لو أنتِ عروسة جيبيه فعلًا تحفة، المنظم اللي ما بين التلاجة والرخامة دوّة. أنا هنا طبعًا دي مش الحاجات أصلًا اللي كانت على المنظم ده،
هنا كنت باحط السمنة كنت باحط تحت السمنة والزيت وكده، وباحط فوق السكر وبرطمان الشاي، وبُصّوا كانت مضبّطاني الصراحة يا جماعة. بس يونس ربنا يا رب يخلّيه لي يا رب ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، بيشد دلوقتي كل حاجة، حتى الخل والزيت اللي أنا مدخّلاه جوّه ده بيشدّهم على فكرة. بس أنا يعني حاطّاهم كده مؤقتًا كلّهم حاطّاهم على الرخام. أنا بس عشان أعمل لكم الفيديو دوّة مش متخيلين أنا فضّيت لكم الرخامة قد إيه يعني، الرخامة دي يا جماعة مليانة زيت بقى، على سمنة، على بُصّوا أي حاجة تتكسر أنا حاطاها على الرخام. خلاص، ربنا يا رب يهديه لي يا رب ويهدي لكم وعيالكم. هنا بقى بُصّوا بقى أنا جيت من برّه يا جماعة مهبّطة، أنا نازلة من الساعة 7:00 فربنا يا رب ما يكتبها يا رب على حد، يا رب يشفي يا رب عيالنا جميعًا. عطيت يونس نَفَس، خَد العلاج، عاطين له 2 مضاد، واحد مضاد وواحد لكُحّة وكده، ولبوسة كُحّة. بس اللبوسة يعني إيه أنا ما اشتريتهاش عشان هي كده، كده عندي. فجيت طبعًا من 8:00 جاية داخلة البيت الساعة 14:00 يا جماعة، ودلوقتي أهو الساعة 16:00 النور قاطع. أنا هانزّل لكم الفيديو ده النهارده لإن أنا بقى لي فترة كبيرة أوي غايبة عنكم. فطبعًا أنا قناتي لسه صغنونة، فخايفة تُقع، وهي أصلًا واقعة أساسًا لوحدها. فلو أنتِ سمعتيني لحد هنا أمانة عليكِ حطّي لايك وقولي لي كومنت حلو من قلبِك، اشتركي معايا في القناة ونكبّر عيلتنا كده مع بعض. وحتى لو فيديوهاتي لسه التصوير بتاعي مش حلو قد كده، إن شاء الله نعمل الفترة الجاية فيديوهات قوية أوي. يعني انزلي الفيديوهات اللي تحت كل ما التصوير بتاعي بيبقى حلو. وإن شاء الله، إن شاء الله أنا عايزة أعمل فيديوهات نفيد بعض بيها. يعني بُصّوا يا جماعة بتاعة النسكافيه ديّة حلوة جدًا. بس حلوة طبعًا مش من النسكافيه يعني، مش النسكافيه، أنا باضرب بيها الكيكة ديّة. فهنا بقى يا جماعة قُلت هاعمل الكيكة. طبعًا أنا كده جاية لكم طبعًا، بس أنتم شُفتوني معايا يعني الكيكة ديّة الكيكة السريعة بتاعة الميكروويف عملتها معاكم كذا مرّة، ولو أنتِ أول مرّة تشوفيني انزلي تحت وهتشوفيها معاكِ، لو عايزة الطريقة تشوفيها، بتطلع تحفة جدًا، تحفة، تحفة. وأنا طبعًا جاية من برّه بقى، فقُلت لكم بُصّوا جاية مهبّطة، ما ليش مزاج آكل، ما ليش مزاج أعمل أي حاجة. وهنا بُصّوا اللبن بتاعي خلص، جِبت كيلو لبن وأنا طالعة، بس للأسف يا جماعة كيلو اللبن اللي جِبته وأنا طالعة إن شاء الله كده بإذن الله هو كلّه على البوتاجاز، فار منّي، فار منّي للأسف. مش عارفة أنا حاسة إن المقطع ده بيتعاد ليه يا جماعة، صح؟ صح في حاجة غلط، المقطع حاساه بيتعاد. مش عارفة ليه. لأ هو مش بيتعاد، هو أنا ممكن جِبت لكم في الأول وأنا باكل وكده يعني وباورّيكم، ممكن يا جماعة معلش يا جماعة أنا تعبانة. بس حطيت معلقتين دقيق، معلقتين دقيق، معلقة فانيليا صغيرة. حطيت هنا بُن يعني حبّة بُن سريع الذوبان أو بُن عادي عشان بس أكسر بيه الكاكاو عشان الكاكاو اللي عندي خام، ومعلقة فانيليا. وهاحط حتة زبدة. أنا قُلت أجرّب الزبدة يا جماعة، أنا أول مرّة بجد أجرّب الزبدة في الكيكة السريعة. وقُلت أحط معلقة خل، وأنا مش عاملة كتير عشان كده هتلاقوا البولة مش مليانة يعني اللي أنا حاطاه. فجرّبت الزبدة لأ، مش حلوة خالص في الكيكة، لأ السمنة أحلى طبعًا. الزبدة هبّطت الكيكة. هاحط هنا 3 معالق لبن، بس بعد كده أو هازوّد تاني بيتهيأ لي وأنا باقلّب كده هالاقيها ناقصة هازوّد يعني تاني. أنا باحبها تكون سايلة عشان تدّيني النفشان كده يا جماعة. هنا نسيت الكاكاو قُلت أحطها، هاضربهم بقى كلّهم مع المضرب ده اللي أنا خلاص ما بقيتش أنا أساسًا من يوم ما جِبته يا جماعة ما استعملتوش عامةً النسكافيه. كبير يا جماعة يعني كبير، لازم تحطّي يعني ممكن أحطّه مثلًا هنا في بتوع الشوربة دول أول، أنا باعمل فيهم كيكة، وبعد كده أبقى أنقلهم في مَج. طَب ليه يا جماعة، ليه يعني الذل يعني ليه؟ فالحمد لله ربنا كرمني وجِبت اللي هو المضرب الكهربا دوّة بتاع النسكافيه، تحفة جدًا ومش غالي، كنت جايباه ب160 أو 170. مي صاحبتي ادعوا لها يا جماعة، ربنا يا رب يشفيها عشان هي تعبانة خالص. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يا رب يشفيها ويكبر بخاطرها إن شاء الله بإذن الله. آمم فهنا كنت أقول لكم إيه يا جماعة، جِبناه أنا ومي صاحبتي من عند بلبل. أنا برضه جِبت برضه الحاجات دي برضه من عند بلبل يا جماعة. بلبل دوّة في البوابة 8 بس حلو أوي بيبيع كذا حاجة يعني. هنا بقى طلّعت كل الشوكولاتات بقى اللي عندي. بُصّي يعني طول ما جوزِك مشينا طلّعي حاجتِك كلّها واعمليها قبل ما ييجي. أنتم عارفين إحنا بنحب نستجم من قبل ما هُم ييجوا. إحنا بنموت يا جماعة، بنموت في الاستجمام. وسلام يا جماعة، وسلام، وسلام. وهنا كانت سيلة عندي وأنا باعمل بيها إيه، الكيكة بتاعتي بقى. أقول لكم إيه، جبناه أنا ومي جبناه ب110 أو 120. أنا كنت جايباه من على أمازون لأ ب170، 180 في الحدود ديّة من على أمازون. فأمازون غالي يا جماعة ما حدش يجيب جد منه يعني. حتى جايبة منه البوم ده اللي هي المساحة طلعت مش حلوة خالص. هنا بقى يا جماعة عشقي بقى، عشقي خلاص بقى عشقي بجد. ال اسمه إيه؟ مصر لاتيه؟ مصر لاتيه.
إيه ده؟ نسيت اسمه يا جماعة. إيه اللي أنا باقوله ده؟ المهم يعني يا جماعة إن ده طلع تحفة جدًا، لو أنتِ من عشاق البلاك ده هينفعِك كتير، هينفعِك كتير إيه اللي أنا باقوله ده؟ يا جماعة أنا تعبانة والله العظيم، معلش سامحوني، سامحوني. لو أنتِ من عشاق البلاك شبهي والقهوة والحاجات ديّة، ده جميل أوي يا جماعة بجد، بجد، بجد جميل أوي، فتحفة والله العظيم. ولو وصلتِ لحد هنا ست الكل، اشتركي بالقناة، وفعلي زر الجرس، ويوصلِك زغروطة من قناتي الشعار بكل لايف أو بوست أو فيديو جديد مشيت اللي هتعلق أقدمه معاكِ الفترة الجاية. إن شاء الله نفسي أطلع معاكم لايف كدهوّة يا جماعة، نشوف بعض كده ونتكلم كده وجهًا لوجه، بس أنا خايفة أطلع أتكسف وما الاقيش حد يخش لي في اللايف. فلو أنتِ لو أنتِ شُفتِ من ضمن ال400 اللي مشتركين عندي، لو يعني هُم لو اتفرّجوا على الفيديو دوّة، لإن طبعًا مش كلّهم بيتفرّجوا على الفيديو بتاعي، مش عارفة ممكن ما يكونوش مع مشغّلين بتاع اللي هو الجرس دوّة، فلو أنتِ من ال400 اللي عندي، إيه رأيِك أطلع live بس طبعًا يكون كذا حد كده يقول لي ونتكلّم مع بعض، أنا مش عارفة. والله يا جماعة بجد أنا باخُش قنوات كبيرة جدًا كتير يعني كتير، يعني ما شاء الله عليهم طبعًا الواحد يعني ما لوش دعوة طبعًا يعني بحد، بس والله العظيم القنوات الصغيرة بتعمل كل جهدها عشان قناتها تكبر، بجد، بجد يا جماعة والله العظيم أنا قعدت فترة قُلت خلاص أنا مش هاعمل فيديوهات تاني، أنا مش عايزة أديكِ طبعًا طاقة يعني سلبية، بس أنا ما قُلتش هاعمل فيديوهات تاني، بس الواحد قرر يجرّب حظه بقى، يجرّب حظه كده ومن هنا لحد رمضان إن شاء الله، إن شاء الله يكون القناة بتاعته كبرت ويعمل بقى فيديوهات. بُصّوا يا جماعة القنوات الصغيرة بتطلّع أحسن ما عندها عشان يعجبكم إن أنتم تشتركوا معانا في القناة، فإن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يحبِّب فينا خلقه ونبقى قناة حلوة وكبيرة، وطبعًا الواحد طول ما هو بيتعب، طول ما هو شقيان فالحمد لله. بصوا هنا بقى أوسة يا جماعة، بصوا مدروخ إزاي مصوراه لكم، وشوفوا أوسة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، واللي ما عندهاش اللي عندها عيل يديها 2 واللي ما عندهاش إن شاء الله يديها توأم، ربنا يا رب يكرمكم يا رب كلكم يا رب، وادعوا لابني بالشفا إن شاء الله بإذن الله. بصوا هنا بقى هو جه عند رجلي، إحنا هنا بُصّوا بقى كنا جايين من المستشفى وكلّهم فاكرين إن يونس بنوتة يا جماعة، عشان الزعرورة، كلّه شايف إن هو بنوتة، والله يا جماعة حتى لو ما باعملوش والله العظيم زعرورة برضه الناس بتفتكره إن هو بنوتة، هو قميلة خالص، الله أكبر عليه يعني. هنا بقى طبعًا أنتم كده عرفتوا أنا باعمل إيه، أيوه، أنا باعمل عدس، قُلت بقى إيه أخرّج البرد من جسمنا، تفتكروا هيخرج؟ جِبت ربع عدس كده وقطّعت بقى إيه كام جزراية، على كام بصلاية، على كام طماطماية، على كام بطاطساية. وعندي كوسة كنت مجففاها في التلاجة، مجففاها اسمها مجفّية يا جماعة والّا مفرّزاها في التلاجة، أحطها. خلّي بالكم يا جماعة لو عندكم أي حاجة حتى لو عندِك بسلة حطيها، والله العظيم يا جماعة ما بتدّيش طعم. بُصّوا أنا واحدة من الناس أنا ما باكلش الكوسة، وجوزي ما بياكلش الكوسة، أنا باحط كوسة على العدس، والله يا جماعة جوزي ما بياخد باله أصلًا. بجد، وبعدين أصلًا يا جماعة الكوسة دي من الحاجات المفيدة، الكوسة دي مفيدة للقلب ومفيدة لكل حاجة، لو أنتِ بقى بتعملي العدس بالطريقة بتاعتي قولي لي، لإن باشوف ناس كتير أوي بيعملوه بطريقة مختلفة، بس أنا باعمله على طريقة أمي. هنا بقى بُصّوا أنا لسه شاربة معاكم نسكافيه وكيكة، شوفوا دلوقتي أنا هاعمل إيه تاني، شاربة معاكم واكلة كيكة وعاملة نسكافيه، ده طبعًا بقى الغدا بقى يا جماعة. هنا بقى طبعًا جوزي بيحب الشعرية كتير، فعملت شعرية، مش عارفة باينة معاكم إن هي قليلة، بس مش عارفة ليه ممكن عشان الحلة مدوّرة. أحمّر طبعًا الشعرية بقى، طبعًا زي ما قُلت لكم الوقت بتاعي يا جماعة بُصّوا أنا يومي خلص والله العظيم، بجد، بجد يومي خلص وتعبت والله بجد ربنا يقوينا جميعًا، يعني أنا معايا واحد وبُصّوا ومطلّع عيني، فبجد ربنا يقويكِ لو أنتِ معاكِ أكتر من كده والله العظيم. لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش تكمّلي معايا الفيديو بقى للآخر عشان نتكلّم مع بعض في أفكار، إحنا قُلنا طبعًا أفكار ياما أوي، وإيه رأيكم أعمل لكم جولة في المطبخ وفي الرفايع اللي تجيبيها أو ما تجيبيهاش، تجيبيها أو ما تجيبيهاش، إحنا نسمّي بقى الفيديو الجاي تجيبيها أو ما تجيبيهاش، إيه رأيكم؟ إن شاء الله بإذن الله. هنا بقى عملت قهوة يا جماعة، بُصّوا هنا أنتم هتلاقوا الشعرية عمّالة تغمق، تغمق مع إني أنا المفروض إن أنا طافية النار، أتاريني أنا يا جماعة وطّيت النار ما طفّيتهاش، ما طفّيتهاش. بُصّوا بقى أنا باعمل القهوة بتاعتي إزاي، لو أنتِ ما بتعرفيش تعملي القهوة يعني من غير بوِش قصدي، بتعمليها من غير وِش، فاعملي الطريقة دي إن شاء الله هتنجح يعني معاكِ. باحط المَيّة ساقعة، ساقعة من التلاجة، باحط لبن برضه طبعًا بيكون ساقع، وطبعًا السكر ده حسب الرغبة، معلقتين قهوة، أنا باحط معلقة سكر معلقتين ساعات، بس طبعًا الأيام دي مش عارفة باكتّر في السكر مش عارفة ليه، حاسة إن جسمي محتاج سكر، وباسيبها على النار ما باقلبهاش خالص، لمّا هي بقى النار بقى وصلنا لحد تمتص فين يا عيال؟ البُن،
قلنا أحسه كده الحاجة دي غمق فين؟ أيوه البن اديها تقليبة بقى، واديها تقليبة تانية بعد كده. بصوا بقى بتطلع معانا تحفة التحف يعني، تحفة التحافيف. بتطلع بجد جميلة قوي. بس هنا انا جايبها لكم شوية، عايزة اوريكم الوش وهو بيتعمل. طبعا انا كملت طبعا كلام في الفيديو ان بابا رن عليا كان بيطمن عليا انا وأوسة، وهما كمان والله يا جماعة عيانين يعني مش عارف في ايه بجد هو دور وداير. بس انا هنا عايزة اوريكم، عايزة اقول لكم بقى اضحكوا بقى عليا، اضحكوا عليا بعد الموضوع دوت. بصوا انا طبعا بفضي مكان شيك وشياكة وأناقة عشان خاطر، بس انا حطيتها تاني مش انا بشيل وحط عشان خاطر اعمل وش. طبعا انا بفضي مكان عشان اعمل لكم بقى شياكة وأناقة كده بقى في التصوير بقى. وبصوا ايه، واخدين بالكم انتوا؟ بصوا هنا الشعرية متولع عليها النار وانا مش واخدة بالي. فارت يا جماعة، شايفين المنظر بقى؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ استعدوا 1 2 3 عشان ما تتكبش مني. فارت يا جماعة مني، فارت. وبصوا كنت عاملاها بوشي وانا بديكم نصايح انتوا واخدين بالكم. قولي يا اختي انصحي نفسك يا اختي، انصحي نفسك يا اختي. بس والله طلع برضه بوشي يعني بس خفيف. انصحي نفسك يا اختي، ده انت فورتيها مش كده عشان بفضي مكان. قعدت اقول اصور لكم هنا، لا 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 اصور لكم هنا. بس بقى هنا بقى العدس بقى بدأ ايه، استوي يا جماعه بجد بجد. يومي يومي على الجمال. خلي بالكم انا مش من اكل العدس قوي، انا اللي كنت بكره نفسي في اليوم اللي امي بتعمل فيه عدس. مش باحبه خالص، باحب البطاطس أكتر طبعًا، كنت أقلي بطاطس في الوقت دوّة. بس لمّا اتجوزت بقى خلاص بقى يا جماعة بجد كل الحاجات بتتغيّر لمّا بتتجوزي، يعني كل حاجة أنتِ مش كنتيش بتحبيها في بيت أهلِك وكنتِ بتتأمري عليها، ما تتأمريش عليها وأنتِ متجوزة. أنتِ اللي بتبقي عايزة تعملي بقى، بتبقي عايزة تغيير. لكن بجد أنا وعند ماما يا جماعة أنا كنت ممكن آكل كل يوم بطاطس. بصوا هنا أنا باوريكم المنظر، شايفين أنتم المنظر دوّة؟ شايفين؟ شايفين؟ بجد أنا الموضوع معايا بقى صعب أوي يا جماعة. صعب أوي. بُصّوا بقى صعب أول حاجة. الموضوع معايا بقى صعب أوي، يفتح لي الدراج، بجد مفضّيين الدراج كلّها. الدولاب عندي متبهدل، يعني بُصّوا كل حاجة يا جماعة والله العظيم، كل حاجة بقت فوق بعضها. بس يالّا بقى الحمد لله. هنا بقى حطيتها. بُصّوا هنا بقى عملت هنا كان جوزي جه وعملت اللي هي اسمها إيه، اللي هي البصلة بكمونة. بس عايزة أقول لكم بتدّي طعم حلو أوي. أنا أول ما اتجوزت كنتش نسيت موضوع البصل والكمون ده يا جماعة، كنت كل ما أعمله أقول طعمه غريب، طعمه غريب وما كنتش عارفة إيه الغريب. وصلت لحد نسيت الكل. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، ومع السلامة واستنوني في فيديو جديد.